139 متفوقا على مستوى الجمهورية تم تكريمهم اليوم في المسابقة الوطنية للمطالعة بإشراف من وزارة التربية وجمعية المدنية، وذلك بالمركز الوطني لتكوين المتكونين بقرطاج. ويندرج هذا التكريم في إطار التشجيع على المطالعة حسب ما صرحت دلال محرزي ممثلة عن الجمعية المدنية. أهم حاجة هي المطالعة، هي القراية. دونك احنا جبنا لهم دي كادو سبيسيال باش يقروا تلك سواء في العربية، في اللغة العربية، الفرنسية أو الإنجليزية للناس الكل. و أنا بالنسبة لي اليوم عندنا 139 مشارك و139 فائز. معناها احنا اخترنا وبريسك الولايات الكامل الجمهورية مشاركين من الشمال للجنوب. شمل هذا التكريم مراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي، ففي المرحلة الابتدائية كرم تلامذة السنة السادسة على مستوى المطالعة باللغة العربية، وفي المرحلة الإعدادية خص التكريم السنة الثامنة ب3 لغات: العربية والفرنسية والإنجليزية، ونفس الشأن بالنسبة لتلامذة السنة الثانية ثانوي. اعتبر الفائزون هذه المبادرة تشجيعا لمحبي المطالعة وتحفيزا لهم على مزيد التعلم والارتقاء بالواقع المدرسي. وفي هذا الإطار قال أمير الفهري تلميذ بالمدرسة الابتدائية برادس يتقن 4 لغات: أنا نشوف التكريم للتلاميذ اللي كتبوا القصص عندهم هو تكريم أنا يسعدني، خاطر أنا نشوف التلميذ يتشجع بهذا التكريم ويواصل في كتابة القصص. أنا كان عندي قصة أليكس لو غارسون هيرو، كانت الأولى فزت بها مع اليونسكو والأليكسو الجائزة الأولى. وقتها تغرمت بالكتابة وحاليا عندي 60 قصة. مشيت جمعتهم في ملف اسمه شون ديستوار سافوار فير لا في، سميته كيف نعرف كيف نعمل الحياة. وقد أكد السيد فرج بروبية ممثل المندوبية الجهوية ببنزرت على أهمية دعم الوزارة للمجال التربوي، واعتبر هذا الحفل تتويجا لسنة دراسية كاملة. هو تتويج معناها لسنة دراسية كاملة. معناها طاقات التلميذ ولادنا راهم في حاجة لشكون يغزر لهم وشكون يهتم بهم باش يبدعوا باش يعطيوا أكثر. وتونس في حاجة لكل واحد منا أنه معناها باش يبرز العمل نتاعو. هذه فقط معناها يلزم تدعيمه، يلزم الوزارة معناها تدعم أكثر، سواء على النطاق الإعلامي، على النطاق ما نعرفش أنا في جميع المجالات، معناها مش في الأدب بركة، في المسرح، في الفنون، في جميع المجالات. ولادنا راهم في حاجة إلى رعاية أكثر. كما بين التلاميذ المتوجون قيمة المطالعة في حياتهم وفي الحياة الدراسية والعملية، وهو ما عبر عنه التلميذ إيهاب لطفي عامر. ننصح صحابي خاصة بالمطالعة، خاطر المطالعة هي السبيل الوحيد باش نوصلوا لغايتنا ولهدفنا. هي يعني السبيل باش نحققوا طموحنا في الحياة، خاطر المطالعة هي تعطي كي نقروا نحن كتاب يعطينا اونفي باش نخدموا ونوصلوا لوين نحبوا. واعتبر السيد سالم لبيض وزير التربية أن تشجيع التلميذ في هذه الفترة العمرية سيفرز لنا في الغد مفكرين وباحثين ومؤلفين.